السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بإذن الله هشتغل معاكم النهاردة مقلمة أولادي. أنا اشتغلت معاكم قبل كده كذا مرة مقلمات بناتي، كلها طبعا ألوان بينك، فرصاصي، لا برتقاني، لا زيتي، حاجات كده بناتي. فإن شاء الله هشتغل معاكم المقلمة دي بالشكل ده. هركب لها كبسولة هنا، لأن كل المقلمات البناتي أنا بركب لها سوسته، انما دي انا حبيت اغير بس في الشكل. نعمل شكل جديد للشباب او للاولاد. لو اول مره تشوفيني وتدخلي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت. ويلا بينا نبدا ونشوف المقلمه بتاعتنا دي هنشتغلها ازاي مع بعض. شكلها اهي زي ما انتم شايفين كده صوانيه. يلا بينا نبدا. هشتغل معاكم الخيط المكرميه. انا بحب الخيط المكرميه جدا، هو ناشف في الشغل صحيح شويه، لكن بيدي نتيجه هايله في الاخر. شغله متين وكويس. وقلت قبل كده ونبهت اي بنت بتشتغل كروشيه جديده او بتتعلم، يا ريت ما تشتغلش ولا مكرميه ولا تشتغل كليم، تشتغل بس بالخيط الصوف، انواع الصوف كلها، ما عدا الخيوط اللي هي التقيله ديت علشان بتوجع الايدين. يلا بينا على بركه الله نبدا ونقول هنشتغل مع بعض الخيط ده بابره 6، وهنبداه ازاي مع بعض. هعمل عقدة البداية بتاعتنا. تمام، 1 2 3 4، وادخل في اول غرزة هنا، اسحب الخيط واعمل هنا غرز حشو. اول دور غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. وهقفل بمنزلق كده، وارتفع بسلسلة، واعمل تزايد في كل غرزة، اعمل غرزتين حشو. في كل غرزة اعمل غرزتين 2 حشو. طبعا خيط المكرمية ده صعب وشديد شوية، انتوا شايفين كده بالعافية. وبعدين هدخل هنا كده في الارتفاع ده واعمل تمام كده، وارتفع بغرزة، وادخل هنا في غرز الارتفاع دي واعمل غرزة حشو كمان. تمام كده، وارجع هنا تاني 2 1 2 السطر التالت التزايد بتاعه غرزة نعمل فيها غرزتين، وغرزة نعمل فيها واحدة. تمام كده،
هنا يعني 1 2 1 2 1 2 بعد كده اقفل غرزة الارتفاع، نعمل سطر كمان ارتفع. طبعا مش هعمل تزايد هنا، كل غرزة فوقها غرزة. طبعا انا بعمل القاعدة ديت عشان المقلمة هتبقى مقلمة اسطوانية. هدخل في غرز الارتفاع، طبعا هقلبها كده كده عشان يبقى ده الوش بتاعها. هشتغل بقى سطر كمان بس هشتغل في اللوب الخلفي. هدخل هنا كده، لا هدخل هنا في دي كده، اشتغل واشد الخيط كويس عشان تلم معايا. هقفل هنا كده ومنزلقة، هطلع بيها بقى كده لفوق. تمام، هطلع ارتفاع غرزة وادخل هنا
والف بقى هنا كده، هعمل سطر عادي وسطر في اللوب الخلفي سطر اهو كده. خيط ناشف وجديد. هطلع اقفل هنا هرتفع هنا، ادخل اعمل ادخل في السطر الخلفي اللوب الخلفي هرتفع بالطول بتاع المقلمة بتاعتي، وهرجع اقول لكم احنا هنركب الكبسولة بتاعتنا فين، عشان هعمل لها قلبة من اتجاه واحد تقفل على المقلمة. هخلص بس الطول بتاع المقلمة انا هعمله 20 سنتي عشان احط بقى في الاقلام بتاعته. واقفل هنا بمنزلقة واطلع اعمل غرزة ارتفاع، هكمل وهرجع لكم. كده انا خلصت المقلمة بتاعتي وطلعت بيها بالطول اللي انا عايزاه 20 سنتي. هتبقى بالشكل ده كده، شكل اسطواني زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اعمل لها القلبة بتاعتها. تمام، دي بقى غرز الارتفاع اللي هي في الجنب دي كلها انا هخليها في الجنب كده ماشي، وارتفع هنا كده بسلسلة واحدة خلاص، وابتدي ادخل هنا بقى اشتغل غرز حشو الاتجاه اللي جوه ده، الناحية اللي جوه. حلو كده، غرز حشو اهي. طبعا البقرة خلصت معايا، هحرق الخيط. هكمل
هوصل البقرة التانية، هبتدي كده ادخل هنا في الغرزة بتاعتي، تمام، واسحب الخيط اهو كده، واجيب الخيط التاني اهو تحت الابرة، واشد الخطين الاتنين دول كده، وادخل الغرزة اللي بعدها واجيب الخيط تحت الابرة اهو كده، ما عادش باين كده. انا اشتغلت الجزء ده، هبتدي بقى ارتفع واحد سلسلة وارجع اكرر تاني. انا بعمل كده عشان القلبة دي تتني قدام. هبتدي اعمل تناقص بقى من اول السطر التالت ده، مش هرتفع هنا بغرزة، هدخل في الغرزة على طول واكمل. هلف برضو اكمل دي كده، هنا مش هرتفع، هدخل برضو على الغرزة اللي بعدها، هفضل كده كل دور اسيب غرزة من الجنب وما اعملش ارتفاع لغاية ما الكفر او القلبة بتاعت الجراب، قصدي المعلمة، تقلب معايا وتديني الشكل المثلث في النهاية اهو كده. الف ما ارتفعش اهو، كده لسه شوية كمان، هلف
هفضل اعمل تناقص من الطرفين لغاية ما انزل بالمثلث اللي انا عايزة اعمله. ده شوية بدأت تديني شكل المثلث. كده اكمل. هقطع كده الخيط خلاص. هلف البرواز ده كده باللون الاسود او الرماد الغامق عشان الطراطيف بتاعه الكفر شكلها حلو تدي منظر. هدخل كده بالراحه في وسط الخيط كده واعمل غرز حشو كده. هبروز الكفر بتاعي او الغطا كده. كان شكله اهو. عشان يبقى شكله حلو. طبعا الخيط ده احنا هننضفه بالولاعة. انا عملت هنا في الزاوية غرزتين اتنين عشان اديني شكل المثلث مظبوط. ادي الناحية التانية. انا باخد الخيط معايا تحت الابرة اهو اللي هو انا كنت قصاه دلوقتي عشان ما يبانش. نشوف شكله كده. كده خلاص. كده نقلبها ادينا المنظر ده بالشكل ده. اكمل بس كده السطر الاخير.
اخر غرزة. بعد كده ادخل هنا واسحب منزلقة، هبص الخيط كده خلاص. كده انا بنضف الخيط معايا اهو، هسحبه من تحت الابره كده عشان ميبقاش باين. بعد كده هلسعه بالولاعه والزقه فيه كده خلاص، معادش باين. كده المقلمه الاولادي بتاعتنا خلصت اهي. هركب لها ايه معايا؟ هركب لها الكبسونه دي من هنا من تحت كده خلاص. طبعا مش هينفع اركب انا الكبسوله ديت بابره التنظيف، لان ابره التنظيف مش هتدخل هنا. انا هاجي هنا كده طبعا الخيط على قد ما اقدر محاولش ابينه. هي المفروض تلزقها بلزق الشمع، بس الشمع مع الوقت بيبان بيفك مع الاستخدام، الشمع بيفك. كده الخيط مش باين من تحت خالص اهو. انا كده بثبت الكبسوله بتاعتي اهي. هاجي من هنا بص عشان الخيط مبقاش باين. عندك شمع اعمليها في الشمع، وعيد عليها بالخيط برضو عشان تبقى متينه. كده انا ثبتها من الاربع جوانب، هعيد عليها تاني. سايبه الطرف ده كده عشان اربطه فيها، طرف البدايه اهو اربطه. كده الكبسوله بتاعتنا كده بقت ايه، متثبته كويس اهو. اقصقص بس الطراطيف بتاعتها. كده انا ركبت الكبسوله بتاعتنا اهي تمام. ودي المقلمه الاولادي اللي قلت لكم عليها. بتمنى يا رب تعجبكم، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتقولي رايك، جربوها وبيقولوا لي. طبعا لو انت عايزه تثبتي دوت بالشمع ثبتيه، وتخيطيه بالخيط اسمر او رصاصي يكون افضل برضو، بس ده المتوفر عندي دلوقتي. بتمنى شغلي يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.